قوم بهم حل السرور قلوبنا فمثلهم والله في عصرنا نذر. الحمد لله القائل: لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآيات تذكر الأمة بسير الصالحين وسير الأخيار الذين في حياتهم عبرة، كما سمعتم وكما قرأنا هذه القبس النور في حياة الحبيب المشهور جزاه الله خير الحبيب حسن على هذه المنظومة المباركة التي لم تدع شاردة ولا واردة إلا وردها في سيرة هذا الحبيب. والشأن في ذلك هو الاتعاظ والاعتبار، وهذه مجالس أيضا نؤجر عليها، نؤجر على جلوسها. فقد أخرج الإمام أحمد بن ماجه النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن طال مددها أو أمدها فيحدث استرجاعا إلا أجره الله كمثل ما أصيب بها. هذا الحديث يتحدث عن التذكر أو تذكر المصائب التي يستخرج بها الإنسان العبر والعظات. ونحن نتذكر أحوال الشيوخ الذين ننبسط ونرتاح كما يقول حبيب حبشي ومصاط إذا حد كرهم. لذلك ذكر الأولياء وذكر الصالحين وذكر أهل النور لا شك أنه منه فوائد عظيمة. وكما سمعتم الهدف من ذلك هو الامتثال، هو الاتباع، هو الاقتداء، هو الارتباط. فنحن كيف سنرتبط بقوم لا نعرف شأنهم؟ كيف سنرتبط بقوم ليس بيننا وبينهم صلة؟ وهذه كما رأيتم بين الحبيب عمر، الحبيب أبو بكر، الحبيب عبد القادر، الصلة الروحية. فالصلات الروحية بالعلماء والمشايخ أمر يعطي أثره أثر عظيم جدا. لا تقول والله الآن ما ذهبوا، موجودين، أرواحهم موجودة، أنفاسهم موجودة، سيرهم موجودة، أخلاقهم موجودة. نعم قد مروا بظروف، وهذه الظروف أنتجت هؤلاء الرجال. فهذه الظروف لا شك أنها جعلت في حياتهم إثرا، جعلت في حياتهم يعني عظيم الاقتداء. فلذلك نحن عرفنا الحبيب أبو بكر عليه رحمة الله، أعطانا درس بسيط، ولكن الدرس بالنسبة لي كان كبير جدا. عندما كنت في جدة كنت أزوره، وعندما كنت وزيرا عندما أخرج يعطينا مبلغ بسيط. أنا استغربت إيش هذه التربية؟ حبيب يعني قلت يا حبيبي إيش هذا؟ قال هذا خلوه عندك. قلت كيف تعطي وزير فلوس؟ ما هي رياضة. أما ضحك الحبيب قال خذ هذا وبس. كل ما يجي يعطينا مبلغ قال أنت محتاج، أنت تذكر أنك محتاج. شوف الدرس هذا، مهما كان الإنسان يتذكر الحاجة، مش حاجة مادية، حاجة معنوية. آخر اللي قالنا وياه أعطانا هذا القميص، قال لي خذ هذا الشال، قال لي خذ هذا الشال وخلوه معك. فالحبيب عليه رحمة الله كان ينظر بما في القلوب ويعرف ماذا تريد ويعرف ما الذي تريد منه. وكنت إذا اشتد بي الحال ذهبت إليه بجدة، وكنت أخرج صدري مرتاح من الحمل الذي كنت أحمله. هكذا هم شأن الشيوخ والعلماء. لذلك لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بذكر هذا الحبيب، حبيب أبو بكر. كنت قرأت مرة، كنت أقرأ في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. كنت أقرأ صدور الناس يعني قلوب. حب قال لا، صدور يعني الرجال. قال بختي قال زين مهلي صدور الرجال. قال الصدور هذه مش، قال أسوأ ما يوسوس الشيطان في صدور يعني أهل المقامات العلماء. لما يدخل وسواس في العلماء يحصل مصيبة في الأمة. شوف كيف المعنى، كيف ينقلك من المعنى اللي أنت كنت تتصور له معنى أعظم
وأوسع في المعاني. فلا نريد أن نطيلك الأحبة، ما شاء الله تكلم ما فيه الكفاية، ونترك فرصة لإخواننا كل يفيد.